البحرية الجزائرية تقتل 3 مغاربة مقيمين بالخارج في الشواطئ الحدودية ما بين السعيدية وبورسعيد، المغرب والجزائر، المنطقة الشرقية. إنا لله وإنا إليه راجعون. 3 الشباب كانوا راكبين على الجيتسكي وغاديين كيدوروا في البحر، خارجين من مارينا ما بيهم ما عليهم، فجأة تلفوا ولقاو راسهم داخلين في المياه الجزائرية. فما عليك يا الزودياك ديال الجزائر ديال البحريه الا وانك تقصدي واحد وتضربيه بالجيت سكي ديالو. الاخرين المغاربه تفزعوا وتخلعوا، هربوا، ما كان لا انذار لا بوق لا راكو في المياه الجزائريه لا والو، وتيريتو موراهم بالخوف والخلعه، ديماراو وبغاو يوليو تيريتو موراهم. واحد خدا 5 القرطاسات والاخر خدا 4 ديال القرطاسات. السؤال الذي يطرحه نفسه، علاش حنا ملي كيدخلوا عندنا جزائريين، مثلا الاسبوع اللي فات 2 ديال الجزائريه دخلوا عند السياج ديال المغرب وشدوهم العسكر ديال المغرب وبقاو كيتسناو حتى جا العسكر ديال الجزائر وسلموهم لهم. علاش المره اللي فاتت هذه واحد الشهر دخل قارب ديال الصيد الحدود البحريه المغربيه وكان جزائري، وملي شدوهم الناس وشدوهم البحريه الملكيه قال لك خسر لهم الموتور، داروا لهم المازوت، عدلوا لهم الباطو ديالهم وطلقوهم ومشاو في امان. علاش زعما هذا الحقد وهذا الكره ديال الاجهزه الامنيه الجزائريه وديال النظام الجزائري ضد تجاه المغاربه ديال، مع العلم ان البحر ديال بورسعيد والبحر ديال السعيديه متقاربين بزاف، وبزاف ديال الناس كتغلط وكتدخل شي مرات في المياه الاقليميه ولا هما كيدخلوا عندنا في المياه الاقليميه. 3 ديال الشباب عزل من خيرة الشباب ديال المغرب والمنطقة الشرقية تم قتلهم بهذه الطريقة. عزل ما عندهم لا سلاح، ما شكلين خطر، بالعشية الضو كاين، النهار كاين، الشمس كاينة، ما كانش شي طريقة تقول لهم خوتنا راكو دخلتوا في المياه الإقليمية وليو تلفتوا نوصلوكم حتى الحدود المغربية كما حنا كنديروا. هنايا باش تعرفوا بان هذا النظام الارهابي، هذا النظام الشفار، هذا النظام ديال الكره والحقد ما كيحملناش لا شعبا ولا سياسه. اللي غادي نقول هي حسبي الله ونعم الوكيل. ونحن نعلم جيدا ان الجزائر كجهاز امني استخباراتي وعسكري خدات اكبر صفعه حيت ما تقبلاتش في البريكس، ودركي درتو هاد القضيه فقط لتمويه الشعب الجزائري المسكين المغلوب على امره، باش يخلقوا زوبعه جديده من التساؤلات وينوضوا الصحف المغربيه والجزائريه وتنسيو بنادم في موضوع البريكس اللي خاسرين فيه ملايير الدولارات وما دخلتولوش. بخلي الشعب ديالك كيجوع، بخلي الشعب ديالك كيعاني، بخلي الشعب ديالك كيتقهر التبون، ومقابل المغرب ومقابل بلاد الشرفه. كنقدموا تعازينا الحاره لعائله عبد العالي وبلال، وكنقول لهم إنا لله وإنا إليه راجعون، والله يجعلهم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. وحسبي الله ونعم الوكيل. هادشي ما دارتوش حتى السبنيول ليسبان اللي كيحرقوا لها بلي جيتسكي وما عمرهم تيراو في عباد الله بهذه الطريقه مباشره. كاين واحد القانون بحري، كاين ابواق، كاين اعلان، كاين اقتراب، كاين هليكوبتر، كاين درون، كاين بزاف الامور، ولكن باش تيري بالرصاص الحي مباشره بهذه الوحشيه فعرف ان هذا النظام هذا حاقد علينا حقد لا مثيل له. تحياتي للاخوان، بارطاجيو الفيديو، اكسبلور، والله يرحم الدراري اللي ماتوا.